ربي وأتلو القرآن ليشفي قلبي سأقوم ليلا حتى الفجر أشكر الله أصلي وأدعو الله أن يغفر لي وأدعو أن يتقبل عملي وأدعو ربي أن يدخلني جنة الخلد أنا وأحبابي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد ولا ليال قفك مسلمك وحمرك سقيم كل وحوي إيمانك يرمي سنانته ورميسيه إلهي سبحانه وتعالى يوحك سور ربي سبحانه وتعالى وأمر مكاسن الرمي. ولهذا إلهي سبحانه وتعالى يسوي نوت المامية أهمية إيمانكم مركاسو ليه وحت المامين وياهي وحقفك بني آدم كيكون متيسنايو نلش وناكسن في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى وحليه والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كوا مركاسي إيمانك لغهله إيمانكو دا ظلم يشرك أن كلرين كوا وحا أسغنا دي مكاس أمن الدنيا دا مكاسي آمنيهين آخرنا مكاسي كبد باذيان مكاسي نارتا آمن مكاسي كيهين وحليه رب سبحانه وتعالى وهم مهتدون. كواس وحوي كوا مركاسي هنوصن برب سبحانه وتعالى إنيهين وتلمامي. ولهذا نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم سوى مال مها كم إذا صحابة الله فردية أي وحا أيمي جبريل عليه السلام سوى دون يينو أمه يا صحابة أهمية أي لا أو لا هي مكاس إيمانكم مكاس وبره. نبي عليه الصلاة والسلام سؤال بويدي يقول أخبرني عن الإيمان. نبي محمد إيمانك يجورا إيمانك وامحي. نبي عليه الصلاة والسلام وحشي إيمانك وحوياي الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إيمانك وحوي وإن إلهي سبحانه وتعالى كلي مكاسات رميسه ملائكتي سمكاسين الرميسه رسوش مكاسين الرميسه كتبت رب سبحانه وتعالى وسود شيء جنا مكاسين الرميسه قدر كإن المال يوم الآخر مكاسين الرميسه قدر كإن الرميسه خيره وشره كيس مكاسي خيرك يكيس مكاسي شرك مكاسي الله وضبا. إذا نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وحين نوشيغي إيمانك وحويهي وحو كوبسنايو رمين تقف كل إحدى مكاسو رمينايو أياه إيمانك رب سبحانه وتعالى الضومها مكاسو كربا قف الإحدى رمية وقف مركاسي كصحيلي مكاسي إيمانك وكهلاي يعني أمانك الدنيا مكاس آخرة هي مكاسي بدبادة انتبه. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة ثم الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد سوى الكهر رسول الشيء ولا ليال الإيمان وحلا جرب قفك فرق إيمانك ربينه وقاله عرفه يقولي هي دور قضب ولو جب هي قفك وقال هذا القضب كواد سوق هذا نوع كله هذا وحويا قفك وإن الله سبحانه وتعالى برتا إلهي سبحانه وتعالى وإنه برتا أسماء الحسنى وصفات العلى أسماء إلهي سبحانه وتعالى سيقول إلهي سبحانه وتعالى إنه توس وبرتا يلو باهين بكا تاوحا كو عدين يا إلهي سبحانه وتعالى بقرآن كل إنما يخشى الله من عباد العلماء. إلهي سبحانه وتعالى قف مركو وبرتو وقعانتي صفاتي إلهي مركو برتو وحين لنا يسا أي بحاها هدين يقف كو أبوريسا إنه قف قاس إلهي سبحانه وتعالى كعب صدر قف كستبا انتو إلهي سبحانه وتعالى قرنا يبو كعب صدا فكا وحا وناكسن قفك مركو ربا إنو برتو إيمانك أما يعني أسباب تلقى ربا قفك إيمانك برتو هي وحويان إنو إلهي سبحانه وتعالى معرفة ديسة سمية. إلهي سبحانه وتعالى آياتك وحقولها قرآنك فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فكا وينت كلمة لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله أدبرتها كل الشروط أركان بلا رهي حاجة كمسة قاعدة لكن سجود بين ورمنا بإذن الله تعالى. فكحلو بقى يقفكم إنه معرفة إلهي سبحانه وتعالى أسماء ديسة وناكسن هي صفات ديسة سرسرة إنه إلهي برتو والله يوم مرمان. بركة ولا ليال وحويا ما كان من كان لله يعرف كان لله أخوف. قفك إلهي سبحانه وتعالى قرنا أيه وعبسي بدر. مركز سببتها أوجد بالله سبحانه وتعالى علماء هي كأماني. عيد الرسول الشيخ يقولي إنما يخشى الله من عباد العلماء. الصوت اللواد كان سنة سقف إيمانك سمكاسي زيادية كبعيو مكاسي وكرو قاضة
وعلمك شرعي مكاسو وضلبه ضلب كيسان مكاسو كددالو سيدا شيكتي شيخ إيمان آيدي رب سبحانه وتعالى مكاسو إنما يخشى الله من عباده العلماء إلهي سبحانه وتعالى وحي النوت المامي هذه الآية كو إلهي سبحانه وتعالى كعب صنايا عبسيدا مكاسي ربطات إن يهين الدوميسا مكاسي علماء الدوميسا سجى مكاسي قونت ولا علمك الشريعة مكاسي الضلبي ولهذا علمك الشريعة هو أساس يساس كقفك مكاسو كبلاوايو كبعينتا يكر قادستا مكاس إيمانكيس أو كبعينايو يكر مكاسو قاضايو مركلة سوى النبي عليه الصلاة والسلام إنه موتشينايا أهمية مكاس علمك الشريعة مكاسو ولي إنه كقيب قادنايو كر قادستا مكاس قفك إيمانكيس أو كر قاضايو وحلي النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده كما كل مان اسكمي مادان قوم كم إذا مكاسو قوم قولي كم إذا قوليها إلهي سبحانه وتعالى يقول إلهي سبحانه وتعالى حصايا يقول علمي لحظة إذا مكاسي مدارسين ومكاسي وضدقنايا ومكاسي علم مكاسي وضاخرسانايا إلا نزلت عليهم السكينة دي تأثي شرته وحكسوا الدقيسة مكاسي سكينة إيا مكاسي حسلوني وغشيتهم الرحمة نحديث ربنا سبحانه وتعالى مكاسوي الدوليسة وذكرهم الله في من عنده إلهينا سبحانه وتعالى وحكحو سيار كواسي أكتيسا يعد أكتيسا رب سبحانه وتعالى مكاسو وكحو سيار إذن أرنك نوعاسي وحسابه نقونيا مركز وقفكم مكاسي ويمادو قوابتي علمي شرعي قال لقد الباي علمي شرعي مكاسو وبرتو وقادنايو إن إيمانكيسو مكاسو وقوب وزيادة وكر مكاسي إيمانكيسو وقادا أيارك نوعاسي مكاسي وكقيب قادنايا قضب الصدحات السيادة إيمانك وحنقونيا التأمل في آيات الله الكون ومخلوقاته جل وعلا يعني وحنقونيا يقفك إنه في صدق وما ركي كنت أمله إلهي سبحانه وتعالى خلقك يأدونك سدو أبوري تانا وحنوا عطينا إلهي سبحانه وتعالى آيد ليه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب آيات كنت سورة آل عمران أي إلهي سبحانه وتعالى نوغو شاقي إلهي سبحانه وتعالى آيات كانوا يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون واحد تسالك وفي لما رفت هذا هدي أضيف الفيرسة إلهي سبحانه وتعالى وحو كسيي أرك بكسيي مقل بكسيي وحو كسيي لابو لغات بكسيي لبا أدين بكسيي بركا هدي هذا أضيف ديب تسكوه فيرسة والآيات حقيقة صوت وفي أنفسكم أفلا تبصرون انت صاحب ربه في لمبه واحد وغانيسا سبحانه وتعالى إنه إلهي الدون كان معموله وما ركتي سبحانه وتعالى سك السنة سدو جعلي هنا الدون أي صعدة بركة الشيخ أيانا آيات كان إلهي سبحانه وتعالى وحوليه هي أسيوك هذا أما وكعنانا يددك قال هذا قل انظروا ما في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون إلهي سبحانه وتعالى ليه وحويان إنه قفه في الصدق عركة أي دولك بطة أي بريقة آد بي وعاونيسا قفكم إيمانكيس السيادة سببتوها إلهي سبحانه وتعالى ما تقرنيسا كعب سنيسا وحد وقتها إلى إنسان ضعيف وتحي أدون كانت كتاية مركز مخلوقات كواوي مركز سكو إيكتو عركة أي دولك وكالي marka walaalayaal waxyaabaha iimaanka kordhiya ee siyaadiya waxa kamida التفكر maaragtay والتأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى آياتها وكي كلها markuu ka hadlay xoolaha iyo geela u fiirsada geela billahi subhanahu wa ta'ala billahi ilaahi wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat waxay kamid tahay ilaahi subhanahu wa ta'ala makhluuqaadkiisa in loo fiirsado inuu siyaadiyo iimaanka sababta faraad ee kobcinaysa ziyaadinaysa kor u qaadaysa qofka iimaankiisu waxa weeye qiraa'atu kitaabillahi jalla wa ala bitadabbur qofka inuu akhriyo ilaahi subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa inuu la noolaado ilaahi subhanahu wa ta'ala quraanka markaas uu soo dajiyay inuu markaas uu ku dadaalo sidii markaas nolol maalmeedkiisa wuxuu uga siin lahaa quraanka rabbi subhanahu wa ta'ala uu akhrin lahaa markaas uu fiirsan lahaa ee markaas uu isku day lahaa in markaas macaanida quraanka ku sugan markaas uu dhuuxo ولهذا إلهي سبحانه وتعالى يسوى إنه تلمامايا وحيابها قفك إيمانك الزيادين وكمدي قراءة القرآن وحلي رب سبحانه وتعالى في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا مؤمنين تا إيمانك درجة سرك قاري وحوي بولي رب سبحانه وتعالى
kuwa markaa ilaahay agtooda markaas lagu xuso qulubtooda markaas ay gilgilato ay qamadhacyooto وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا marka ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkiisa lagu akhriyo iyaga lagu akhriyo ay maqlaan aayaadka rabbi subxaanahu wa tacaala markaas oo la akhrinayo iimaan ay u ziyaadisaa buu leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala idan waxyaabaha qofka iimaankiisa kor ugu qaadayo ku kobcinayo ku siyaadinayo waxaa ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa akhrinta uu akhrinayo la noolaashaha uu la noolaanayo iyo markaas uu fiirsashada qur-aanka markaasi uu fiirsanayo wuxuu noqonayaa qodobka shanaad ee iimaanka siyaadiya al-ikthaaru min dikri illaahi tacaala oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa ku sheegay الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا النبي عليه الصلاة والسلام نقول لي قفك حسن إلهي سبحانه وتعالى قفك حسين وحي لبدي سيدي قف بمتي قف نولك كمثل الحي والميت وكا وحا قفك إيمانك سقو قاضية إنه ذكر إلهي سبحانه وتعالى وضيو sidoo walaal hore sheegay quraan kana ka koowa dhikriga ugu wanaagsan ee ugu qiimo badan sheekh ayaa la soo sheegay waxa weeyaan waa quraan Allah wa kalaam Allah subhanahu wa ta'ala quraanka qofku inuu aad u akhriyo waqti badan geliyo dhikriyada badan ee mudlaqaana inuu sameeyo sida subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar la hawla wala quwwata illa billah nabi wuxuu sheegay inay tahay sallallahu nabi maxamed wuxuu sheegay inay tahay kanzu min kunuzil janna marka qofku inuu dhikrigiisu aad u bato ayaa aad u wanaagsan ilaahay subxaanahu wa tacaala quraanka uu ku amaanay wakiilaha innaha alladina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim marka inuu qofku asoo fadhiyo asoo jiifa iyo asoo istaagsan ba ilaahay subxaanahu wa tacaala dhikrigiisa badiyaa aad iyo aad u wanaagsan tahay qalbigana way nadiifinaysaa oo maaragtay wuxuu ka helayaa qofku inuu waqtiyada adag oo kale haddii wax ku dhacaan oo kale inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala waafajiyo kelmadda wanaagsan laa ilaaha illa allah marka dhikriga badani waxa uu miro fiican yahay qofka inuu iimaankiisa siyaadiyo noqdana hadalka ugu badan ee afkiisa ka soo baxaya xuska ilaahay subxaanahu wa tacaala qodobka lixaad ee qofka iimaankiisa kor u qaadaya ee ziyaadinaya waxa weeye qofku inuu jacaylka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulka uu jecel yahay shay kasta markaas uu ka horumariyo ilaahay iyo rasuulka markaas uu ka jeclaado wax kasta markaas ka soo haray haday tahay markaas awlaadiisa ubadkiisa haday tahay naftiisa iyo wax kasta naftiisa markaas ay doonayso in jacaylka rabbi subxaanahu wa tacaala uu ka qadimay iyo jacaylka rabbi iyo rasuulka markaas uu jecel markaas uu ka horumariyo markaas uu ka qadimo ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام وحليه كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان qofka saddex arrimood markaas laga helo qofkaas wuxuu helayaa iimaanka dhadhankiisa iyo markaas macaankiisa aan dhadhankii iimaanku helay macnaheedu waa maxay iimaankiisa ziyaaday kobcay oo markaas kor noqday ilaa ma iimaankii markaas uu dhadhamiyo markaas ولهذا سبحانه نبينا عليه الصلاة والسلام وحكدري أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إن إلهي يا رسولك مكاسو كتعلاض وحكسو كسوهر مكاس إذن قفك الدرجة قادة قفك أسوحه لي قفك أسوى قف دبنك إيمانك مكاسي هلي إيمانك زيادي ومكاسي كبعي مكاسي وي إلهي سبحانه وتعالى waxay weydiisanayna iimaankeena markaas uu ziyaadiyo oo inoo kobciyo markaas uu inoo kordhiyo rabbi subxaanahu wa tacaala waxay weydiisanayna inuu caawiyo inuu kaalmeeyo asbaabta iimaanka markaas inoo ziyaadinaysa بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا أصوم نهارا وأذكر ربي وأتلو القرآن ليشفي قلبي سأقوم ليلا حتى الفجر أشكر الله أصلي وأدعو الله أن يغفر لي وأدعو أن يتقبل عملي وأدعو ربي أن يدخلني جنة الخلد أنا وأحبابي